عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتونا كتير من الأسبوع اللي فات لغاية النهاردة. طبعا فكرة البرنامج زي عنوانه بالظبط هي قصص كفاح مصرية. في كل منطقة من مناطق مصر هتلاقوا قصص كفاح كتيرة. احنا دورنا في البرنامج اللي احنا نخبط على الباب ونطلع لكم هنا قصص الكفاح. مش شرط قصص الكفاح تبقى سنين كتيرة 20 سنة و30 سنة، لا لا لا، ممكن قصص كفاح سنة واحدة توصل لهدفك بإصرار بالضمير، ممكن توصل للي انت عايزه. طبعا المجالات في البرنامج عندنا مجالات مختلفة كتيرة. النهاردة بقى قلنا نغير شوية، نشوف ستات البيوت بيبتكروا ايه، قصص كفاحهم تبقى شكلها ايه بجانب تربية أولادهم وتفوقهم في الدراسة. بيبقى عندهم مواهب كتيرة جدا، ونتيجة موهبتهم دي ممكن بيتفوقوا على أصحاب المحلات في بيع مستلزمات مثلا الحلويات والأكل البيتي. فمعانا النهاردة شيف مبتكرة، هي الشيف أمنية أدري، شيف حلويات متميزة جدا، تم تكريمها في مهرجان جينستوب نتيجة لشغلها المتميز ومتفوقة في مجال الحلويات. أهلا بيك يا شيف أمنية. اهلا بيكي يا دكتور. منوراني. حضرتك منوره الدنيا كلها والله. ربنا يخليكي. قولي لي بقى يا شيف أمنية، أنت معاكي أولادك؟ انا معايا 3 ما ثانويه شاء الله. عامه واعدادي وكيجي. وبتشتغلي من بيتك. اه أنا شفت الصفحة عندك، طبعا صفحتك ملفتة للنظر قوي، التورت والحلويات. بحس إن في واحدة فنانة تسلمي. بتعمل التورت، علشان كده احنا كلمناكي وعلشان تشرفينا في البرنامج. طبعا مع تفوقك وتكريمك في كمان مهرجان جينستوب. قولي لي بقى شرف ليا والله. انا اسعد بحياتي. قولي لي الفكره عندك جات لك منين، اللي انت بتحبي تعملي الحلويات بداتي ازاي؟ الفكره جات لي في وقت كورونا. اه طبعا كان كله ما قاعد في حدش البيت. بيخرج من البيت. اه كان ولا خروج ولا مدارس ولا الكلام ده خالص، فطبعا كان الوقت كله بيضيع في ان احنا قاعدين قدام التلفزيون او امم فالوقت كان بيبقى ملل جدا. فجيت انا في الوقت دوت حبيت ان انا افكر اعمل اي حاجه استفاد بيها وانا قاعده في وقت برافو فراغي. برافو. فبدات ان انا اعمل حاجه واحده واحده. بدات اعمل كيك اه لوحدي في البيت، واتعلمت بقيت افتح من يوتيوب وكده واشوف. اتعلمتي، اه اعتمدتي على نفسك. اعتمدت على نفسي. اه بدأت افتح يوتيوب واشوف طرق وكده، وبدأت ان انا اجرب، فالحمد لله لقيت ان الحاجة بتطلع مني حلوة قوي تمام. من اول مرة. فبدأت ان انا اشتغل على نفسي في كده. اه طيب كان في وقتها تقريبا بتبتكري. بحب اه ان انا اتفرج واشوف اشكال جديده، ما يبقاش الديزاين هو يعني عايزه اه كل مره يبقى مثلا الشكل مختلف، حتى لو الحاجه لبيتي. يعني انا اصلا كنت بعمل لبيتي، ما كانش فيه فكره شغل اه ولا اي حاجه. فكان جه في العائله شجعتك. انا عيلتي امم واصحابي. اه وكانت ماما بتشجعني جدا جدا جدا، كانت بتحب حاجتي قوي، بتحب اه تشوف حاجتي، بتبقى مبسوطه ان انا عامله الحاجه دي، واولادي بيبقوا مبسوطين جدا. طبعا والسبب في اللي انا فيه دوت ولادي وجوزي، لان هم اللي كانوا بيشجعوني قوي، وهم اللي ما كانوا شاء بيبقوا الله. مبسوطين لما ببقى عامله الحاجه. امم ففي التوقيت ده كان عيد ميلاد ابني، فانا ما اشتريتش اي حاجه من بره. انا اللي عملت كل حاجه. فطبعا كل الضيوف اللي جم وكده فانبسطوا جدا، مبقاش مش مصدقين يعني الحاجه دي انا اللي عاملاها او كده. فهم بدأوا ان هم يقولوا لي طب انت ليه ما تفتحيش صفحة اونلاين وتبدأي وتشوفي وتشتغلي. او تشتغلي اه وكده، لان اصلا فكرة الشغل ان انا اشتغل اصلا بره دي عندي في البيت مرفوضة، ان انا اصلا ان امم انا اشتغل او ان عشان انا اروح ولادك عشان وبيتك. ولادي، اه وان انا حابة ابقى متفرغة ليهم، وان انا ابقى متابعاهم وشايفاهم. فلما لقيت ان الفكرة دي من البيت، وفي نفس الوقت ان انا متابعة ولادي وشايفاهم قدام عيني، قلت ليه لا امم اجرب ويعني واشوف. شوفي الدنيا عامله واشوف ايه. الدنيا عامله ايه. بداتي بقالك قد ايه بقى، يعني من كورونا، يعني نقول 3 سنين كورونا تقريبا. 3 سنين. اه تقريبا 3 سنين. اه وانا في الاول يعني ما كنتش متوقعه ان يعني الموضوع يبقى هيعجب في الناس او في اقبال عالي. اقبال او اه كده. والله الحمد لله، يعني هو حب الناس دي اول حاجه، دي نعمه من عند اه ربنا، طبعا. ودي حاجه يعني
مش كتير منا بيتميز بيها يعني. تمام. بس اقول لك على حاجه، مع حب الناس لازم انت تكوني متفوقه في شغلك، الحمد لله. علشان طبعا حد يشتري طلع القرش مش هيطلع الفلوس طبعا في مكان وياخد مش الحاجه مناسب. تترمي. صح. يبقى لازم بياخد حاجه متميزه جدا، معنى كده عليها ما شاء الله اقبال كبير قوي في الحمد شراء لله. الحلويات عندها. معنى كده اللي حاجتها متميزه بتاخدوها حاجه نظيفه. انا قلت في اول الحلقه اللي في سيدات بيوت بيتفوقوا شغلهم على المحلات. ليه؟ بسبب ان ستات البيوت بيبقى فيه اتقان اكتر. هم بيبقى المحلات بيبقى عندهم بروفيشنال في مجالهم اكتر، ولكن ست البيت بتبقى حريصه على انها تطلع التورته ما فيهاش غلطه، حريصه اللي هي تجيب مكونات مش مكونات سوق عاديه، لا مكونات عاليه الجوده، علشان هي بيبقى وشها في وش العميل. صح طبعا كده؟ طبعا الكلام ده، وباضافه كمان ان الحاجه معموله فريش في نفس اليوم يعني، وبنفس الديزاين اللي العميل بيبقى عايزه. يعني حضرتك ممكن تطلبي مني مثلا انا عايزه تورتايه للمناسبه عندي، خطوبه، وبالحجم مهندس، اللي هم عايزينه. يعني اي حاجه هم عايزينها بيلاقوها عندي. انك انت يعني لما تكون التورتايه جايه لحضرتك بمناسبه معينه، ان مثلا حضرتك بتتخرجي النهارده فجايه لك التورتايه دي طبعا شكلها مش موجوده في الديزاين المحلات بتاعها يعني. طبعا الديزاين موجود اللي معمول عليها ان هي صوره التخرج بقى والحاجات والمقاس دي، اللي العميل والمقاس يحدده والصوره وعدد وكل حاجه. الطبقات. يعني احنا بنعمل طبقات طبعا مختلفه جدا جدا تماما عن المحلات، حشوات مختلفة جدا حسب العميل برضو. حسب العميل. لا واكراميا مننا احنا بنحب نفرح. يعني انا كتير جدا بيكلمني يقول لي لا خلاص انا عايزه الحاجه على ذوقك. فكلمه بقى الحاجه على ذوقك دي بقى انت بتاخد مني حاجه يعني مفيش بعد كده. دي مسؤوليه كبيره. مسؤوليه، وفي نفس الوقت يعني هديك حاجه انت لازم تكون مبسوط منها. هتاخد الحاجه يعني هتقول الله معنى اصح. دي مسؤوليه كبيره. مسؤوليه ولازم اكون انا قدها، خصوصا ان هو وثق فيا ان انا عايزه، او هي وثقت فيا انا عايزه حاجه حلوه على ذوقك، فطبعا لازم اطلع احسن ما عندي. فالحمد لله انا كله بيبقى عندي واحد والله. بس في ناس بقى بتطلب حشوات معينه، انا عايزه كل حاجه واحد معينه وذوقه. شوكليت مثلا. طيب قولي لي امنيه كده، الشغل مش بيعطلك عن حاجه في شغل البيت؟ لا مش بيعطلني، بالعكس. تعرفي تنظمي وقتك؟ بنظم وقتي. انا السؤال ده ليه؟ علشان كل ست بيت قاعده، احنا دلوقتي يا جماعه في ظروف صعبه قوي، فان هي تساعدي جوزك مش حرام لا ولا عيب، خاصه انت قاعده في بيتك ما بتعمليش حاجه. فبدل بقى السوشيال ميديا والتلفزيون والكلام من ده، بالظبط اشتغلوا ساعدوا بالظبط. ازواجهم. في حاجه جميله على الترابيزه من ساعه ما قعدت موجوده وانا يعني ايه شكلها تحفه من ساعه ما طلعتها من العلبه. صح؟ عايزين نعرف بقى التورتايه الجميله دي بقى خدت منك وقت قد ايه؟ بصي انا ما خدتش تقريبا مني وقت، ممكن ما فيش نص ساعه. نص ساعه. يعني هو السبونج لازم يتعمل قبلها بليله عشان يبقى هادي ويبقى ما يتفرولش في التقطيع وكده. تاني يوم لازم ابدا فيها. والحشو؟ الحشو برضو انا بعمله، ببقى مجهزاه على اساس برضو لو هو طلب يعني طلب اي اوردر يبقى الحشوات عندي جاهزه بانواعها، على اساس ما يبقاش الوقت عندي بيبقى ضيق. لا ان انا خلاص هقوم وهعملها على طول مفيش مشكله. تمام. الحشو بقى والتجليس وكده بياخد ممكن معايا نص ساعه او ساعه على حسب الشغل في التورتايه. تمام. يعني انتوا تطلبوا التورته قبلها بقد ايه وقت؟ انا دايما بقول لهم يعني يطلبوا مني مثلا قبلها بيوم او يومين يبقى حلو قوي. وقتي هادي تشتغلي براحتك، ويكون يعني عشان تاخدوا حاجه نظيفه، ياخدوا حاجه حلوه. ايوه انا دايما اقول لهم كده يا جماعه. يعني في ناس كتير جدا بتطلب مني التورتايه في نفس اليوم، اقول لهم انا بعتذر يعني انا اسفه صعبه، ما اقدرش اديكوا حاجه وانا مش راضيه عنها. انا مش هينفع اطلع حاجه. هو ده الضمير يا جماعه اللي انا بقوله في شغل ست البيت. يعني بعتذر لهم، اقول لهم يا جماعه عشان خاطري ما تزعلوش مني والله. يعني اطلبوا مني قبلها بيومين هتاخدوا مني حاجه حلوه وحاجه كويسه، حاجه انكم انتوا تبقوا واخدينها مبسوطين، مش تبقوا واخدين الحاجه وزعلانين بس. فدي الفكره مش حاجه يعني. تمام يا حبيبتي. وفي نفس الوقت عشان وقتي بيبقى ضيق انا ما احسش ان انا متوتره، لان انا ممكن بيبقى عندي في اليوم تورتايه او 2 او 3 او 4. بتشتغلي عايزه تشتغلي بهدوء كده، في هدوء عشان ده فن.
تسلمي لي. ده فن. واكون موفقه، يعني يكون الوقت متوفق برضو ان انا اعمل حاجه تمام ومظبوط. تمام. قولي لي بقى على الطبقات كده. انا بصي، انا دي عاملاها 5 طبقات النهارده. تمام. هدوق حضرتك. ماشي. أنا عشان اقول لكم بكل مصداقيه التورته جواها فيها ايه. تسلمي لي. انا عامله من جوه نص شوكليت ونص كريمه. النص الكريمه انا عامله فيها طبقات، طبقه توفي وطبقه توبينج فراوله. والطبقات اللي هي الشوكليت انا عاملاها الطبقات الحشو يبقى فيها نوتيلا عامله وجناش. شغل جامد، عامله شغل جامد فيها. ده هو ده اللي على طول والله ببقى عاملاها كده. وجناش اوكي. بجد يا جماعه جميله جدا جدا، فيها اتقان جامد قوي في الشغل، ما شاء الله عليكي تسلمي. بجد. في حاجه برضو احنا علشان الناس بتبقى عندها مناسبات وفي جميع المستويات. تمام. انا بدايه دايما التورت شغاله. بقى عندك الاسعار، مش عايزين نوصل للطب لان كل واحد طبعا ومستواه. البدايه بصي، هو بالنسبه دلوقتي ان الاسعار الخامات اصلا، وانا دايما بحب اشتغل بالخامات بتاعتي بتكون بصراحه يعني انا ما ما هو ده بحبش اللي انا قلته في اتنازل. الاول. مش بحب اتنازل عن ان الخامات اللي انا بشتغل بيها. بصي، انا ممكن يعني ادي عميل تورتايه تكون مكلفاني اصلا، انا ممكن اخد منه فلوسها، يعني تكون مكلفاني انا اكتر من كده، بس لا، مجرد ما انا احس ان هو لا يعني احس ان هو ظروفه مش لا، ما هو قوي. ده برضو ما ينفعش. ليه؟ انت ست بيت هو ده اللي تشتغلي. على فكره، بس هو ده اللي موفقني وده اللي منجحني. والله يعني انا بحس ان ده توفيق من ربنا قوي قوي. لما بحس باللي قدامي واحس ان هو مثلا الظروف معاه مش تمام، لا بعمل له التورته احلى حاجه. اقل تورته بتجيبيها من محل، تورته صغنطوطه كده يعني تبقى 250 300 الصغيره اللي ما فيهاش شغل، يعني يا دوبك كده على الوش شويه فاكهه او شوكليت او كده، وبتبقى 250 و300 والله جنيه. انا عندي تورت ممكن بصي بطلعها ب 150 مع ان الماتيريال بيبقى عالي جدا. وما بقللش اي حاجه في الماتيريال بتاعي خالص. يعني كمان سعرها يا جماعه اقل وجوده واتقان وعندها ضمير عن المقابل الشغل المحلات. طبعا ربنا يرزق الجميع، بس انا هنا بحاول افرق ما بين الشغل اللي تاخدوه وتاكلوه بألف هنا وشفا، ويبقى فيه كده حرفيه في الشغل وطعم حلو، وما بين الشغل السوقي وما بين حاجات تانية. يعني لما اكون انا عامله الحاجه بحب ان احنا حباها، انا مش عايزه غير اللي قدامي يغير يبقى مبسوط، مش مقابل مادي قد ما هو اللي قدامي فرحان ومبسوط ويعني بيشكروا في الحاجه وان الحاجه عجبتهم جدا. فانا الموضوع المادي برضو عندي مش قوي زي حب الناس احسن. انت جميله من أي جدا طبعا. يا شيف أمنية، وانا كنت مبسوطه جدا جدا بلقائك في الحلقه أنا دي. أسعد. وان شاء الله ربنا يوفقك. وطبعا ارقام التليفونات واسم البيج بتاعتك هينزل عندنا. وطبعا مش تبقى اخر حلقه، عايزين حلقه تانية يبقى في شغل تاني المره الجايه ان شاء باذن الله. الله. هعمل باذن الله اعمل التورتايه يعني على الهواء، على شاء الاساس برضه يشوفوا الطريقه جميل عامله ازاي. عشان الناس برضو تستفيد منك. تمام. بشكرك. انا يعني سعيده جدا بمعرفتك. أنا أسعد حضرتك يا حبيبتي. سعيده جدا ان انا قاعده مع حضرتك حاليا. أنا أسعد. وكده وصلنا لنهاية الحلقة، واستنونا بإذن الله في حلقة جديدة من قصص كفاح مصرية على بانوراما. شكرا.